نفق سري بطول 4 كيلومترات يربط قصر الرئاسة السوري بمطار المزة العسكري كان كفيلاً بمساعدة بشار الأسد ومن معه للتوجه إلى قاعدة حميميم الروسية والهروب من البلاد، وفقاً لما كشفت عنه صحيفة لو فيغارو الفرنسية. بشار الأسد غادر عبر نفق سري يربط قصر الرئاسة بمطار المزة العسكري القريب. النفق تم إنشاؤه في وقت سابق في ظل تصاعد التوترات في سوريا، ومن هناك توجه الأسد ومن معه إلى القاعدة العسكرية الروسية في حميميم على الساحل السوري. هروب الأسد من دمشق ليلة 7 ديسمبر الجاري جاء بعد فترة توترات مع أبرز داعميه، فوفقا للصحيفة الفرنسية بعد خسارة النظام السابق لحلب طلب بشار الأسد تعزيزات عسكرية من حليفته موسكو، لكنها رفضت متذرعة بحرب أوكرانيا، وبعدها بأسبوع رأت أن الوقت حان للمغادرة. لتوضيح ما حدث، روسيا نقلت الأسد بشكل آمن للغاية بعد الإطاحة به في هجوم خاطف شنته الفصائل المسلحة. نحن نتصرف كما هو مطلوب في مثل هذا الموقف الاستثنائي. لم يكشف الرئيس السوري السابق عن خطة الهروب التي زودته بها موسكو، ومع ذلك لم يكن وحده، بل برفقة ابنه حافظ وبعض المساعدين، بالإضافة إلى أمين رئاسة الجمهورية منصور عزام، ليلحق بهم ماهر الأسد بعد تأخر دام 36 ساعة بحسب ما كشفت عنه مصادر لصحيفة لو فيغارو. ومع انهيار النظام فر العديد من المقربين للأسد سواء عبر لبنان أو قوارب إلى قبرص ورومانيا، بينما سعى البعض الآخر للجوء إلى السفارة الروسية في دمشق. أما رفعت الأسد عم الرئيس السابق الذي قاد مجموعة عسكرية كان لها دور بارز في مجزرة حما عام 1982، فقد وجد نفسه عالقا في سوريا حتى تدخلت موسكو لترتيب هروبه.